لهذا نرى أن أقرب ساعة تكون ساعة إجابة في الجمعة، وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة هي هذه الساعة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يعني إذا دخل الإمام يوم الجمعة سلم على الناس وجلس، من هذا الحين تبتدئ ساعة الإجابة، من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون، لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين، وهذا من خصائص يوم الجمعة في الساعة. إذا سألت الله بها شيئا، أي شيء يكون ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإن الله تعالى يجيب. ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلل هذه الساعة، يعني ساعة ليست طويلة، فألح يا أخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت لعل الله عز وجل أن يجيبه. ولا تستبطئ الإجابة ولا تستعظم المسؤول، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يتعاظمه شيء. كل شيء هين على الله. لو تسأل أين تسأل فهو هين على الله عز وجل. فادعوا الله سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت، واحرص على الدعاء في هذا الوقت.